اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين. الله. ويا هلا بنات، كيفكم؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تمام. طمنونا عنكم كيف الأمور. رجعت لكم فيديو جديد. أهلا وسهلا فيكم بقناتي. وخلينا مثل ما تعودنا ببداية الفيديو نصلي على سيدنا محمد. ألف الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحبايب قلبي الجديد على القناة ما تنسى تشترك وتفعل زر الجرس ليصلها كل شي جديد، وترجع قناتنا مثل قبل وأحسن إن شاء الله بدعمكم وبهمتكم. وهذا الفيديو كوكتيل من كل جهة، صورت لكم لقطة هون. هذا الفيديو يعني بهذا الحكي اللي عم احكيه هلا والميتورات وهيك، كنا رايحين مشوار انا واخي على الشام من كام يوم وهيك. فرحنا وبنشر علينا الدولاب ونحن على الطريق، فاخذنا على المصلح صلحنا ورجعنا كملنا طريقنا. يعني تقريبا رحنا نهار كلياته، لا يعني من الساعة 12 للساعة 6 المساء حتى رجعنا على البيت. وقلت له ما راح تمرق هالروحة عبلاش، يعني لازم تطعمينا أكلة حلو. قال لي شو مشتهي؟ قلت له والله هريسة مشتهية. قال هريسة؟ حدا جاي عشام وبياكل هريسة؟ تعالي طعميك على حسابي لتشوفي شو رح طعميكي وهيك. جاب لي صحن نابلسية، يمكن اسمها نابلسية ما بعرف شو اسمها. المهم جوزي دائما بيجيب بها وبياكلها، بس أنا ولا مرة يعني إنه هيك طلبتها منه لأني ما بحبها. فيها حموضة هيك، بتجي حموضة أو مثل خربانة، بس هاي عن جد كتير كتير طيبة. يعني هذا المحل قريب على محكمة الشام، يلي بالمرجة بيقولوا لها ايه، يلي بالمرجة كتير يعني قريبة عليها. فاللي كان يجيبها جوزي من السبع بحرات، من المحل اللي 7 بحرات، فمو طيبة أبدا. فهي عن جد غير شكل. يعني قلت له بعد ما خلصنا هيك ومشينا لبرا، قلت له إذا بيصح لي صحنين تانيات ما راح أقول لا. قال لي هلا لسه كنتي بدك تقولي لي بدك تاكلي هريسة؟ حدا بيلاقي نابلسية وبياكل هريسة؟ وهون برجعتنا بالطريق، جينا من الطريق الغربي، رحنا من الشرقي ورجعنا من الغربي. فهاي المناظر كلياتها من الطريق الغربي. هذا الطريق بسموه طريق السلام، يعني من الجديدة هيك وانتو جايين على قنيطرة على سعسع على كناكر. هذا الطريق كلياته هيك، بس كلياته طبعا أشجار هيك وصحراء وجبال وتلج وغيوم. فعن جد المناظر كتير حلوة بهذا الطريق، وما بتلاقوا عثرات يعني بالطريق مثل الطريق محفر أو إنه طجات أو إنه نازلة طلعة، لا يعني ساوي مساواة وحدة، فما بيعذب يعني بالروحة والرجعة. بس مشكلته إنه بعيد، يعني قليل من الناس اللي بيسووه يعني بيجي من هذا الطريق، لأنه بعيد هيك في مسافة كتير بعيدة. هاتوا انتوا خبروني كيف الجو عندكم اليوم، بما انه اليوم جمعة، ان شاء الله جمعة مباركة على الجميع يا رب. وان شاء الله هيك الله بيفتحها على كل حدا هيك متمني وامنية يا رب. وبهالايام الفضيلة بالذات، يعني هالايام هاي كلياتها فضيلة، يعني دعاء مستجاب ان شاء الله هيك رب العالمين يستجاب منا ومنكم وصالح الاعمال يا رب. هون كنا عن جد بردانين من الهوا هيك، والهوا بارد. واخي يعني راحت عليه انه ما لبس جاكيت، كان لابس نص كم، لانه وقت طلعنا من البيت كانت الدنيا شوب وهيك. فوقت رجعنا كانت عند الغياب مثل ما حكيت لكم وهيك، فعن جد كتير برد. وانا ماسكه هيك الجوال وعم صور، فطلع فيني هيك وصار يضحك علي، عم يقول لي ليش هيك مغمضه عين ومفتحه عين؟ قلت له من كتر الهوا ما عم اقدر اشوف، مشان هيك يعني انه مغمضه عين ومفتحه عين وعم صور. قال ما في داعي تصور. قلت له لا شلون ما في داعي، بدي افرجي متابعيني هيك المناظر الحلوه. هون ما شاء الله فاتحين مشتل جديد، يعني مثل المشتل اللي عنا عند جسر القليعه، وفاتحين المي في استنينا المي هيك حتى تفتل مشان ما نبتل مي، ومع هيك رجعنا هيك اجت رشة مي علينا. هون كنا اول البلد يعني عنا، يعني تقريبا يعني كم متر بنصير بالبلد. ما شاء الله كل الزرع هون فول وحمص
اللهم صل على النبي، وبندورة وخس وكل هاي الخضرة يعني الصيفية بلشوا يزرعوها. وعنا هون بالمشتل عن جد يعني حتى تأخروا بالزرع الخضرة الأساسية بل تأخروا فيها. يعني مثل البندورة المفروض هلا من زمان زارعينها بالأرض، الخيار هلا لازم المفروض يكونوا محوشينها، بس من كتر البرد وهيك العالم تأخرت شوي على الزرع بالأرض مشان ما ينضر الشتل تبعهم، اللي هيك مخلين هون عنا لأنه في دفا فيها ناقير وهيك مخلينهن عنا هون. بعد ما رجعنا من الشام بالسهرة جابلنا كولا وجابلنا هيك بزر أخي، وقعدنا بلشنا نشرب. عم أنا وأمي كبينا هزتين القهوة هي عليه إنها مو طيبة ما حبيناها. قال لك ليش؟ والله طيبة وما بعرف شو. قلنا له يعني قهوة وباردة فما رح يمشي الحال. هون طبعا أمي جايبة ورق العنب وأنا لساتني بالفرشة الصبح، راحت جابت ورق عنب ما شاء الله كتير الورق العنب حلو. جابته عم تفرجيه لأخواتي، صورت الفيديو هاد لأخواتي وقلت بدي شارككم فيه حتى فرجيكم إياه. عم تقول لهم تعالوا تعالوا يعني قبل لا يخلص الموسم تعالوا لحقوا طلعوا هالورقات ما أحلاهم بيجننوا. عم قولوا لأمي يا ما خلصي مونتك ومونينا معاكي بلكي ما لحقنا، نحن قالت لهم والله تصطفلوا، أنا رح مون لحالي وأخواتكم رح يمونوا وأنتوا لحقتوا ما لحقتوا تصطفلوا. هون عجبني منظر الغيوم ما شاء الله كتير حلو، فمسكت الكاميرا هيك وبلشت أصور، ولا ما أشوف إلا ابني ماسك الجوال كمان وعم يصور مثلي. قمت جيت لعندي طلع ما أنا مشغلة الكاميرا من الأساس ما أنا مشغلها، فشغلت له إياها هيك حتى كيف إنه عم يصور هو بجواله وهيك، مكيف إنه عم يصور الغيوم والمناظر وين ما بروح أنا، فراكد وراي عم يصور نفس المناظر اللي أنا عم صورها. أيوه. شايف محلاها؟ عم طلع مثل الطيارة العيون. شايف محلاها؟ ما ماما شاء الله. ايش عدت؟ ماما ادبس. نروح نصور. هون الله يرضى عليه وشافني أنا مشغولة كتير وهيك قال لي ماما تعالي، يعني هو أول مرة بيكنس، بس قال لي ماما إنه بدي إنه كنس ساعدك لبين ما تخلص الجليات وهيك، فقلت له يلا بلش كنس وهيك. قلت معلش بما إنه بالمكنسة الكهرباء وهيك خليه يضل يساعدني، يعني وشغل له المكنسة بضبضب له الغرفة بس بيكنس للأرضية، وإذا ما عجبتني برجع أنا بعيد عليه. بس لا ما شاء الله يعني كتير شغله حلو ومرتب، وبس شاف حاله مانو هيك منظف شي بيرجع بيعيط لي بيقول لي ماما تعالي شوفي هيك نظيف منيح هيك وين بدي احطها وين بدي كنس شلون بدي كنس. فبلشت علمه انه روح هيك وسوي هيك واسحبها من هون وحط تحت الطراحة وفوق الطراحة. بس هلا الحمد لله يعني تعلم مزبوط مزبوط. اجا عمو صار يضحك عليه عم يقول له يا عيب وانت عم تكنس البيت، ما هو البنات هن اللي بيكنسوا البيت انت ما لازم تكنس البيت. قال له ايه ماما ما عندها بنات يعني شو بدها تساوي، وانا لحالي هون انا الكبير لازم انه ساعدها لماما، اذا ما انا ساعدتها مين بده يساعدها. فصرت هيك اضحك عليه قلت له والله منيح منك يعني عندك هي القناعة هي انه خلص انه لازم تساعدها ان كنت شاب ولا بنت لازم تساعد امك بما انك انت الكبير. هون هاي تاني يوم الصبح بكير جايبيلي فولات حاطي لي اياهم هون قال ساوي لنا فول وهيك. فاجا جوزي المسويات عم يقول لي فول اليوم كمان، والله مليت انا من الفول ما بدي فول، سوي لنا يا برز سوي لنا يا برغل. قلت له والله رز ما عندي يعني لهيك كنت ما سويت لك يا بالثوم وهيك، وبرغل ولادي ما راح ياكلوا يعني جبار بده شاكرية جنبه. فقلت له خلص للمرة الجاية يعني هلا خلينا ندبرها هيك وللمرة الجاية بفرجها الله. قال يلا نعمة كريم. هون لقيت لكم مصاري، فشو قلت لحالي بدي اروح اخبيهن بالخزنة تبعي يعني مشان ما حدا ياخذهن بدالي. قمت رحت اخذتن هيك وحطيتن عندي، يعني كل ما بشوف ليه 50 500 ليرة 1000 ليرة هيك دغري بروح بضبهن لا مثلا لبعد اسبوع اسبوعين هيك بجمع لي شو شايفين هدول كمان جمعت لي هيك تقريبا شي 25,000 أو 30,000. مناح نعمة بيسدوا عنا شي. هون تياب جوز الصيفيات طلعتهن هيك وغسلتهن، لأنه إجت الصيفية مثل ما بتعرفوا هيك، فإجباري الكنزات الصيفية كلياتهن طلعتهن وغسلتهن، بس بدهن مكواية وأنا ما عندي مكواية يعني هيك صايرين مطعوجين زيادة. فقلت له يعني يا دبر لي مكواية إني أكوي لك إياهن وهيك، يا أما بدك يعني تلاقي لك حل معاهن لأنه ما بيلبسوا بهذا المنظر.
قال لي لا نشوف شلون بدنا ندبر هي، ما بدنا نروح نشتري لنا مكواية وهيك. وتيابه هدول كلياتهم يعني بدهن كوي، يعني ما في إلا كنزة أو كنزتين ما بدهن كوي، أما أغراضه كلياتهم الباقي كلهم بدهن كوي، لهيك ما بيمشي الحال يعني بدهن إجباري مكواية. ونظفت كمان قدام البيت هيك شلت العشبات كلياتهم، شلت الزبالة أنتو أكبر قدر، كنست، سقيت الشجرات، كله هذه بعد ما خلصت شغلي على الأخير. واللهم صل على النبي، بس ضل فيهن حرق يعني بدهن يحرقهن أو يشيلهن بالسيارة وهيك. فقال لي خلص ما رح أقدر أشيلهن حتى ينشف الغسيلات. هون عملت بيت للبسة، شايفين؟ بس البسة ما رح تبين معكم لأنه لونها أسود غامق، شايفين؟ حطينا جنبها هي اللعبة عشان تضلها ساكتة. هلا رضعتها، اعطيتها سرنجة وهيك صارت جاهزة. شايفين قاعد عاقلة لأنه حاطين جنبها دمية. أما امبارحة لأنه أول يوم عنا بالبيت جننتنا، ما كانت تخلينا لا ننام ولا كانت تهدى. هون أنا وصيت صهري يجيب لي أغراض للمحاشي وهيك ولحمة ورز، لأن ما كان عندي شي، لا لحمة ولا رز ولا بهارات ولا أي شي. وبعتت ابني محمد كمان معه على الدكتور لأنه كان كمان مقرب وهيك ومرضان ومسخن، فأخذ لي على الصيدلية ضارب لي إبرة هيك وجايب لي دواء معه وجاي. عملت عاد كوسة وباذنجان وفليفلة. الفليفلة شو اسمه الباذنجان عفوا كتير هيك قشره قاسي، يعني سبحان الله مو مثل الباذنجان اللي بنزرعه عنا بالمزرعة، ما بعرف يمكن لأنه مو بلدي أو بلاستيكي وشو نوعه ما بعرف، بس إنه هيك قشرته كتير كتير قاسية. والسنة هاي ليش ما بدي أجيب تياب لأولادي، أو على العيد هاد الكبير ليش ما بدي أجيب تياب. العيد الماضي أنا جبت لهم تياب كل واحد طقم وهيك، كان الكنزة التحتانية هيك خفيفة بتلبس صيف وشتاء، وفوقها قميص، وفوق القميص هيك جاكيت قطشية. فقلت إنه العيد هذا بما إنه رح يجي برد وهيك ما رح أشتري لهم. وعلى الحالتين أنا يعني قلت لكم بعد العيد في عنا مناسبة بدنا نروح على بيت عمي وهيك مناسبة عرس وما عرس لسلف التاني. فقلت بالمرة بجيب لهم أغراض وهيك أحسن ما أجيب لهم هلا أغراض وبرجع بعد مثلا بعد العيد برجع بجيب لهم أغراض لعرس سلفي. لهيك قلت بمضي لهم العيد بهدول الثياب القديمات، وبرجع بشتري لهم إن شاء الله يعني بعد العيد بشتري لهم بكون يعني وبالأخص يعني الأسعار وهيك بتكون نزلت، يعني ما تضل مرتفعة لأنه هلا أيام عيد وهيك بتكون هلا كتير عالية الأسعار. قلت بس بعد العيد تكون أقل شي ما في لا عيد ولا شي بتضل الأسعار يعني متوسطة أو عادية، يعني مو لهالدرجة يعني غالية. وشفت لهم أنا كم طقم وهيك، هلا بما إنه الدنيا أيام عيد وهيك 300 350 الطقم. فبعد العيد يعني عم يقولوا لي رح ترخص الأسعار، يعني أكيد يعني 250 275 يعني شي أشوى من شي، عرفتوا. وتياب صيفية إجباري بدهن، يعني اثنيناتهم ما عندهن صيفي، لا إنه بيجامات صيفية ولا تياب صيفية للطلعة. قلت بجيب لهم هيك كم بيجامة صيفية نص كم هيك وشرط، وبيجامة مثلا كاملة هيك خفيفة، وبجيب لهم مثلا كل واحد بنطلون جينز وفوقها قميص للطلعة، هدول يعني للمشاوير وهيك. يعني هدول الأساسيات بدي أجيبهم. وإن شاء الله هيك العيد هذا هيك بيمر علينا بخير وسلامة يا رب، وكل عام وأنتم بخير قبل لا يجي العيد. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله أنتم وأحبابكم كل حدا بتحبوه. ويلي وصلت معي لهون ما تنسى ذكر الله عز وجل، لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحبايب قلبي الجديد على القناة ما تنسى تشترك وتفعل زر الجرس ليوصلها كل شي جديد فضلا وليس أمرا. وأهلا وسهلا بالصبايا اللي انضموا جديد على القناة كلياتكم يعني بدون استثناء. وشكرا على تعليقاتكم اللي علقتوا لي اياها واللي ترحيب فيني والأدعية، عن جد كتير كتير انبسطت من هي التعليقات اللي اجتني بآخر فيديو نزلته. هي القطة جننتني الله وكيلكم، ما كانت تخليني أعرف منتج، كل شوية شي نط على رقبتي شي نط على راسي كل شوي. هلا حتى على الأولاد يعني هيك كتير ولفت على الأولاد وأخذت عليهم جو وهيك، ويعني بحس هيك عم تلعبهم شي هيك بتقلب حالها على ظهرها هيك شي بتركض لعندهم بتنط عليهم. فالولاد يعني شي هيك خايفين منها شي لا، يعني حسب اللحظات، يعني أحيانا بحسهم هيك
بيأمنوا فيها هيك وبيحبوا يلعبوها، وأحيانا بحسهن إنه لا ما بدنا نلعبها، خلص إنه خايفين منها، بنحسها هاللحظة هي بدها تأذينا. وهون على كتر ما طولت هيك بالحفر ولحتى لفيت يبرق بس ما كترت يبرق، جرستين يبرق، إنه بس هيك لتنكيها. قلت لحمودة، قلت له جيب لي هيك الجوال بدي شغل على شي مسلسل، لأنه عن جد هيك حسيت حالي كتير ضجت، وبالأخص لأني صايمة وهيك. قمت شغلت على مسلسل اسمه القدر، عن جد كتير حلو، أول حلقتين منه حضرت، عن جد كتير حلو، مسلسل تركي. وما راح أحكي لكم عن تفاصيله لأني ما بعرف تفاصيله، لأنه لسه أول حلقتين، لهيك ما راح أقدر أشرح لكم عنه شيء. بس عن جد اللي بتحب تتابع مسلسلات وهيك بتروح تتابعه، عن جد كتير حلو وكتير مسلي يعني. وهلأ جوزي عم يشطف المكتب والمصاطب وهيك، والحمام انتو أكبر قدر، فكل شوي عم يعيط عليه، عم يقلي إنه تعالي هيك ساعديني وامسكي المساحة واشطفي، فما كنت خلص المونتاج حتى أروح. هون هذا العشب والخبازة اللي نشفانة قدام البيت، هون عشبتها كلياتها وخلص الخزان، وأنا عم نسقي النعناعات. فقلت له لليوم يعني إنه شغلنا الغطاس هيك حولنا لفوق، بنسقي النعناعات، بنكمل سقايتهم، وحتى الشجرة اللي قدام البيت وهيك، وبنرشرش مية بلكي تروح كل الغبرة وهيك اللي قدام البيت بعد ما عشبته هيك ونظفت الوسخ كله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. وهون وصلت معكم لنهاية الفيديو، بتمنى يكون عجبكم، وما تنسوني من اللايك والاشتراك، وكم مرة قلت لكم لايك واشتراك وما كان حدا يرد علي، وهلا بتقولوا هي قديش طلبت مني لايك واشتراك. وهون عملت لهم سهرية، طبعا كان اولادي مش مشتهين الحلو هيك، قلت لجوزي انه بس جيب لهم كم قطعة خليهم ياكلوا حلو هيك، وجايبين لي صفط كبير يعني، حتى الحلو هذا اول مرة بفوت على البيت. قلت له ليش جبته يعني شيء غريب علينا يعني ما رح نقدر ناكله هيك. قال لي خلص الأولاد بياكلوا يعني، حتى إذا نحن ما أكلنا الأولاد بياكلوا. جهزت له المتة، شيء أساسي المتة طبعا بالسهرة. وهلأ ما ضل غير إلكم دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبتمنى ما أكون تقلت عليكم وجبت العيد معكم.